الام خرجت من الاوضه، وعزه اتصلت بسامح على التليفون واتكلمت معاه بعصبيه جدا وبتقول له: سامح، انا عاوزه اقابلك علشان نحسم الجدل في الموضوع الزفت ده بقى. سامح اتكلم معاها بهدوء وقال لها: ماشي يا عزه، بس اهدي طيب، انا كمان زيك رافض، بس بطلي عصبيتك دي واهدي، خلينا نفكر بالراحه وبالعقل. سامح وعزة اتقابلوا في كافيه مع بعض، وسامح بيدي لعزة كوباية عصير وبيقول لها: خدي اشربي واستهدي بالله، والله انا ما بخاف غير من عصبيتك اللي انت بتعمليها دي، هتودينا في داهية من اخر عصبيتك. اهدي يا اختي، مش كده. عزة الله ينور عليك، انا اختك يا سامح، انا ايه، اختك، فاهم؟ وانا بقى لازم اعرفهم ان انا اختك، وانت كمان عرفهم وروح اقول لهم بقى الكلام ده. سامح بيقول لعزة: طيب ممكن تهدي، انا كده كده ان شاء الله بفكر اروح لعمي عبد الله واكلمه، انتي انسانة جميلة ومحترمة وما تتعيبيش في حاجة، بس انا بحب واحدة تانية ومش شايفك غير اختي وبس، واتمنى لك كل خير مع حد انتي تختاريه، وبقى انا اخو العروسة، ما ينفعش ابقى عريس اختي طبعا. عزة: شكرا يا سامح، وانت برضو انسان كويس وتستاهل اللي قلبك يختارها، مش واحدة تتفرض عليك. سامح قال لها: يا حبيبتي انت اختي وتستاهلي كل خير، احنا كده متفقين، بس كل تفكيري ازاي اجيبها لباباكي ان انا رافض الجوازة دي، ما ياخدهاش بحساسية بقى اني رافض بنته والكلام ده، ويدخلني في كلام مش في نيتي اصلا.